الوصفة اللي جبتها لكم اليوم أكيد لو كانت تجربوها راكم رايحين تحبوها. جبت لكم اليوم قراتة بسباس. على بالي كاين عائلات ولا ولادهم ما يحبوش البسباس، بصح بهذا الوصفة القمة في البنة. راكي رايحة حبيبتي، راكي رايحة تنحي حيرة في يوم من أيام رمضان وطيبي هذا الوصفة، ولادك رايحين يحبوها. راكي رايحة تعتمديها في رمضان في سائر الأيام. عزيزتي، إذا ما كيش مشتركة إن شاء الله كما يقولوا فضلا وليس أمرا اشتركي في قناتي باش يلحقوك كامل الوصفات وتشوفي الوصفات اللي رطيتيها، وما تنسيش ديري لي لايك وتعليق إذا عجبتك الوصفة. أرواحوا حبيبتي، نبداو على بركة الله في الوصفة تاعنا تاع اليوم، وهي قراطة بسباس. جبت أنايا حبيت بسباس يكونوا منحمين شابين، قسمتهم على 4 وغسلتهم بالماء والملح، درتهم يقطروا ورحت نوجد لاصوص تاعنا ولا الصلصه تاعنا. وهي كما راكم تشوفوا في طنجره درت حبه بصل تكون متوسطه، رحيتها في الاشوار وزدت لها زوج سنات ثوم ودرتها ذبالت شويه، ومن بعد زدت لها هذاك البسباس وقليته كما راكم تشوفوا. حبيباتي دائما نقول لكم وابدا، اذا حبيتوا الماكله تاعكم تجي بنينه لازم تقليها، يعني سر الماكله البنينه في التقليه تاعها. المهم هنايا كما راكم تشوفوا حتى الجلبانه هي راهي في الموسم تاعها، وراهي كما يقولوا بسعر معقول، يعني بسعر مليح. قليت كامل هذيك الخضرة تاعي اللي هي بسبس وجلبانة، حركتهم مليح حتى تقلاو مع هذاك البصل والثوم. ومن بعد رحت جبت التوابل اللي نديروهم في الوصفة تاعنا. انا التوابل اللي عندي جبت كركم، سمحولي تعكنت. جبت الكركم، جبت التابل الدجاج، وجبت الفلفل عكري وملح وفلفل كحل. هذو هما توابل اللي درتهم. زدت قليتهم مليح مليح مع هذاك البسبس تاعي، وكما يقولوا حتى ندخلت التوابل مليح. كما تعرفوا البسبس فيه طبقات، وكل ما تدخلي له توابل مليح راهي رايحه البنه راح تتضاعف. والبسبس هو اصلا يعني يجي حلو، يعني يجي بنين. هنايا كما راكم تشوفوا انا دائما كي نكون نقلي في الماكله تاعي ندير كسرونه الماء يسخن باش نقلي بالماء سخون مباشره. بعد هنايا كما تقولوا تخلات لي الماكله تاعي، مرقت مباشره، غطيت الكسرونه تاعي خليتها طيب باش نروحو نديرو مرحله واحده اخرى. انا كان عندي نص دجاج ولا مرص صغير، زدت له المعدنوس ولا شابلور والملح والكحل ورحيته كورته وزدتو لهذيك المرقه ولا زدتو البسبس تاعي. تقدري حبيبتي نتيا اذا حبيتي تجوزيه في المقله هكا بالزبده يعني ما كاش مشكل، راح البنه راح تكون ويزيد كما يقولوا يزيد يشد روحو هذاك الدجاج. مالغري ما يعني اذا حبيتي ديري هذه المرحله ديريها، ما تحبيش ديريها الماكله راح تاعك راح تجي بنينه. هنايا انا خليت كما يقولوا خليت البسبس تاعي طيب مع هذوك لي بولات تاع الدجاج، وجيت هنايا نوجد هذيك الصلصه اللي نديروها فوق الكغاطه. انا ما حبيتش ندير كريمه الطبخ باسكو البسبس ثقيل مع كريمه الطبخ راح يجي ثقيله. انا وجدت هذا الصلصه اللي مبكرين نديروها، هي درت فرماج شويه حليب وحبه بيض خلطتهم مليح. جبت البلا تاع الفور تاعي، فرغت فيه كامل هذيك بعد ما طابت، يعني فرغت فيه كامل هذاك البسباس مع الدجاج مع الجلبانه، وتكون يعني لاصوص ما تكونش بزاف. كما تعرفوا الكغاتا ما يحبش ما لازمش تكون لاصوص بزاف. هنايا فرغت هذاك الخليط تاعي تاع الفرماج والبيض والحليب، خلطته وفرغته فوق الكغاطه تاعي، وزدت كان عندي شويه شيدار، زدت شيدار يعني تحبي ديري ما تحبي ما ديريش، اصلا هذيك هي راح ترجع لك الكغاطه تاعك حمراء. هنا دخلته للفور 200 درجة. شوفوا ما شاء الله كيفاش خرج لي حمر، الله يبارك يشهي. انا كما يقولوا سقيت لكم طبيسي باش تشوفوا النتيجة الرائعة. صدقوني راكي رايحة تندمي لو كان ما تجربيش من البنة تاعو، والعائلة تاعك راح تحبو، وراكي راح تنحي حيرة في رمضان من ضرير. كيما تعرفوا حنايا نهار كامل واش نطيبو اني جبت لك وصفة
تنحي عليك الحيرة. حبيبتي إذا وصلتوا لهذا المقطع من الفيديو ما تنسوش ديروا اشتراك ولايك وتعليق إذا عجبتكم الوصفة. نتلاقاو في وصفة جديدة ونقول لكم السلام عليكم.